بيبدأ مسلسلنا والبشر في جميع أنحاء العالم بيفوقوا بعد ما اغمى عليهم لمدة دقيقتين، وطبعا بسبب كده حصلت كوارث في كل مكان، كوارث كتير جدا لدرجة إنها تسببت في وفاة أكتر من 2 مليون شخص. وعشان نعرف ده حصل ليه بنرجع كام ساعة للماضي. وقتها بنشوف 2 محققين اسمهم مارك وديمتري في مهمة، ودول بنعرف إنهم تبع ال FBI وبيراقبوا أعضاء منظمة شاكين إنهم هينفذوا عملية. وخلال المراقبة أعضاء المنظمة بيعرفوا إنهم متراقبين، عشان كده بيحاولوا يهربوا، ومارك وديمتري بيبدأوا يطاردوهم. لكن فجأة بتحصل حاجة غريبة ومش مفهومة نهائي، وخلال ثواني مارك بعد ما كان سايق العربية بيفوق والعربية مقلوبة، ولما بيخرج للشارع بيلاقي فوضى وحوادث في كل مكان، حوادث عربيات وحتى في طيارات وقعت وخبطت في المباني. حرفيا البلد كلها بتبقى متدمرة ومليانة حرائق ودخان. بس لحسن الحظ مارك بيلاقي شريكه ديمتري لسه عايش، ودول على طول بيهجموا على العربية اللي كانوا بيطردوها. بيبقوا فاكرين ان اعضاء المنظمة اللي فيها هم السبب في اللي حصل، لكن حتى الاشخاص اللي في العربية بيكونوا ماتوا، وما بيبقاش فاضل منهم غير واحدة بس اسمها ألدا. ولان ديمتري متعصب من اللي حصل بيبقى خلاص هيقتلها، لكن مارك بيهديه وبيقول انه مستحيل يكون هم سبب اللي حصل، ومستحيل اصلا قنبلة تعمل التأثير الكبير ده من غير انفجار ولا اي حاجة. الصدمة انهم بيلاقوا شخص بيقول ان سمع الاخبار في الراديو، وعرف ان اللي حصل في مدينتهم حصل كمان في كل المدن اللي حواليهم وتقريبا العالم بالكامل. ولان مارك عايز يفهم ايه اللي بيحصل بالظبط بيرجع المكتب. هناك بيتكلم مع مديره اللي اسمه ستان، واللي بيأكد له ان الحدث ده كان عالمي فعلا، بس لسه لحد دلوقتي مش فاهمين حصل ازاي واذا كان في منظمة او دولة وراه ولا لا. ومن كلامه بنعرف ان مدة الاغماء كانت 2:17 ثانية. وبسبب اللي حصل ستان بيعمل اجتماع وبيبدأوا يتكلموا عن الاسباب المحتملة، وكمان بيتكلموا عن اعداد الطيارات اللي وقعت واعداد البشر اللي ماتوا. لكن فجأة مارك بيقطع كلامه وبيقول انه كان حاسس انه ما كانش مغمى عليه، بيقول انه زي ما يكون اتنقل لمكان تاني او كان بيحلم. والمفاجأة بقى ان كل اللي قاعدين بيقولوا ان حصل لهم نفس اللي حصل معاه. والمفاجأة الاكبر ان مارك بيقول انه كان بيشوف زي ذكرى، لكن الغريب ان الذكرى دي ما كانتش في الماضي، دي ذكرى عن المستقبل، وبالتحديد يوم 29 شهر سبتمبر. وده لانه فاكر انه شاف التاريخ لما كان في مكتبه ساعتها، يعني بعد حوالي 6 شهور من دلوقتي. وبالفعل برضو اغلب اللي قاعدين بيبقوا شافوا التاريخ في الذكرى وبيأكدوا على كلامه، وبالتالي بيستنتجوا من كده ان البشر لما اغمى عليهم شافوا 2:17 ثانية من حياتهم في المستقبل. ولانهم لسه عايزين يتأكدوا من استنتاجهم بيجي واحد اسمه ال بعد الاجتماع يتكلم مع مارك، وده بيقول ان في الذكرى اللي شافها كان بيراجع اوراق قضيه مع شريكه ليهم اسمها فيونا، علشان كده بيتصلوا على طول بيها. وبالفعل فيونا بتاكد لهم انها شافت نفس الذكرى، بتقول لهم انها كانت مع ال برضه بيراجعوا نفس القضيه. وبما ان في علماء بداوا يدرسوا الموضوع وصلوا برضه لنفس الاستنتاج، وبالتالي بدا الكلام ينتشر في الاخبار وكل العالم فهم اللي حصل. بس اللي ما بيبقوش فاهمينه لسه حصل ازاي وليه. ولأن ال FBI عاوزين يعرفوا أكتر عن الموضوع بيقرروا يدرسوا الذكريات، وأول ذكرى بتبقى ذكرى مارك لأنها مهمة، واللي بتبقى عن إنه كان في مكتبه بيحقق في القضية دي بالتحديد. أما باقي الذكريات اللي معاه بتبقى مش مهمة أوي. الغريبة إن ديمتري الوحيد فيهم اللي بيبقى ما شافش أي حاجة. وعلشان يدرسوا ذكريات أكتر بيقرروا يعملوا موقع عالمي بحيث كل الناس تدخل تشارك ويقولوا شافوا إيه بالظبط وقت الإغماء. وبما إن مارك شاف إنه كان بيحقق في الموضوع، ستان بيكلفه وفريقه بكده، وأهم حاجة بيكلفهم بيها هي إنهم يعرفوا إذا كان الموضوع ده هيتكرر ولا لأ. فبيروح مارك على مكتبه مع ديمتري وبيبدأ يفتكر كل اللي شافه، وواحدة واحدة بيعلقوا كل الأسامي والأرقام اللي شافها في الذكرى، على الرغم من إنهم مش فاهمين أي حاجة، إلا إنهم بيعلقوا كل حاجة بالترتيب زي ما شافها بالظبط. واخر حاجه بيفتكرها مارك هي ان كان في اشخاص داخلين باسلحه للمقر، وواضح انهم جايين له هو بالتحديد يخلصوا عليه. ودول بيفتكر انه شاف واحد منهم في زي رسمه نجوم على دراعه، وبيفتكر برضه ان اهم اسم كان بيحقق عنه هو شخص اسمه دي جيبنز. عشان كده ديمتري بيبعت رساله لشركتهم جينيس وبيقول لها تبحث عنه. ولان ديمتري ما شافش اي حاجه لما اغمى عليه بيبقى قلقان، وبيقول ان التفسير الوحيد لكده هو انه هيموت قبل التاريخ اللي هم شافوه. وبعد ما خلصوا كلامهم هما الاثنين ديمتري بيخرج يتكلم مع جينيس، واللي بتقول له انها كانت بتبص على فيديوهات المراقبه في كل مكان وشافت حاجه غريبه. بتقول ان وقت الحادثه كل البشر اغمى عليهم في نفس الوقت ما عدا شخص واحد بس شافته بالصدفه بيتحرك جوه مدرجات استاد بشكل طبيعي. طبعا دي بتبقى صدمه بالنسبه لهم، عشان كده بيعتبروا ان الشخص ده دليل ان الحادثه دي من صنع البشر وان اكيد ليه علاقه بيها. وفي المستشفى بنشوف مرات مارك اللي اسمها أوليفيا مع بنتهم تشارلي،
وبيجي شخص اسمه لويد يتكلم مع أوليفيا بما إنها الدكتورة المسؤولة عن حالة ابنه ديلان، والمفاجأة إن أوليفيا بتبقى شافت لويد ده في الذكرى بتاعتها، وعلى حسب الذكرى المفروض إنها هتنفصل عن مارك وتتجوز لويد، لكن واضح من كلام لويد إنه لسه ما يعرفش كده، هو شاف نفس الذكرى بس ما شافش وشها. علشان كده أوليفيا بتحاول تتصرف بشكل طبيعي وبتبعته لدكتور تاني يتابع حالة ابنه، بما إنها مش عاوزة تسيب مارك وعاوزة تحافظ على عائلتها. ولأن أوليفيا مستغربة من اللي بيحصل بتروح تتكلم مع مارك وبتحكي له كل حاجة عن الذكرى اللي هي شافتها، وبتعرفه إنها بالصدفة مسؤولة عن طفل أبوه طلع نفس الشخص اللي كان في الذكرى. ولأن مارك متعصب بتأكد له إنها عاوزة تحافظ على العيلة، وقبل ما يكملوا كلامهم بيقطعهم ديمتري، وده بيعرف مارك إنهم لقوا دليل عن الشخص اللي اسمه دي جيبنز ولازم يتحركوا حالا. فبيودع مارك أوليفيا وبيروح مع ديمتري بالطيارة المكان المهمة. هناك بتقابلهم الضابط المسؤول عن البلدة واللي اسمها كيجن، واللي بتبقى مستغربة عن اهتمام ال FBI ببلدتهم. فبيقول لها مارك إن الموضوع ليه علاقة بالإغماء اللي حصل، ومن كلامهم بنعرف إنها زي ديمتري ما شافتش أي ذكرى. وبعد ما عرفوها هم جايين ليه بالظبط بيبدأوا ينفذوا الخطة. وفي نفس الليلة من تحقيقاتهم بيلاقوا مبنى عرايس لعبة مهجور، ولأن مارك شاف صورة عروسة لعبة محروقة في ذكرياته بيقرر إنه يدخل لهناك. وبالفعل أول ما بيدخلوا المبنى بيشوفوا خيال شخص بيتحرك، فبيطلعوا بسرعة للأوضة اللي هو فيها وبيحاولوا يوقفوه، لكن واضح إن الشخص ده كان مستعد لهم، لأنه في ثواني بيفعل قنبلة وبيضرب كيجن بالنار وبيهرب. وعلى ما بتوصل قوات الدعم والإسعاف للمكان كيجن للأسف بتكون ماتت. أما مارك بيلاقي نفس الصورة اللي شافها في الذكرى، وما بيبقاش فاضل في الأوضة من الانفجار اللي حصل غير قطعة شطرنج وتليفون محروق. ومن كمية الأجهزة اللي كانت في المكان ديمتري بيقول له إنه حاسس إن مش دي جيبنز هو المجرم، ده حاسس إنه زيهم بيدور على اللي تسبب في الحادثة. وبعد ما كل حاجة انتهت ورجعوا المدينة ديمتري بيلاقي تليفون جايله، واحدة بتكلمه وبتعرفه إن الذكرى اللي شافتها تخصه، بس بترفض تعرفه اسمها ولا هي مين بالظبط، مجرد بتقوله إنها في الذكرى كانت بتقرأ أوراق تبع المخابرات، وبتصدمه لما بتعرفه إن الأوراق دي متسجل فيها إنه اتقتل يوم 15 مارس سنة 2010. المشكلة إنها بترفض تعرفه أي حاجة تانية تساعده بيها، بتقوله بس إن اللي هيقتله هيضربه 3 طلقات في صدره. وبعد ما عرفته المعلومات دي بتقفل معاه على طول. ولما بيجي ديمتري يتصل بيها تاني بيلاقي إن الرقم خارج الخدمة. في نفس الوقت مارك بيبقى جوه المقر بيتكلم مع جينيس، ودول بيفكروا يبحثوا إذا كان الحدث ده حصل قبل كده، حتى لو في بلد واحدة أو مدينة، مش شرط العالم بالكامل، المهم إنه حصل واتكرر في أي مكان. وبالفعل لما جينيس بتدور بتلاقي إن الموضوع حصل قبل كده، بالتحديد في الصومال سنة 1991. وقتها في مجموعة من الدكاترة بلغوا المركز الطبي بحادثة غريبة، وهي إن سكان بلدة واحدة أغمى عليهم كلهم في نفس اللحظة. بس قبل ما نعرف هيتصرفوا إزاي بنروح للمستشفى، ولويد بيتكلم مع ابنه، وبيقطع كلامهم اتصال لويد من شخص اسمه سايمون. والصدمة إننا بنفهم من كلامهم هما الاتنين إن ليهم علاقة بحدث الإغماء اللي حصل، بس لسه مش واضح عملوا كده إزاي بالظبط. وبعد شوية لما خلص لويد المكالمة وراجع لابنه مش بيلاقيه في الأوضة، فبيخرج يدور عليه وبيسأل أمن المستشفى. والمفاجأة إنهم لما بيشوفوا كاميرات المراقبة بيلاقوا ديلان خارج على بره، ومن التوقيت على الشاشة بيعرفوا إنه خرج من حوالي 15 دقيقة. اللي مش مفهوم إننا بنشوف ديلان رايح لبيت مارك، وده من غير كلام بيدخل للبيت وبيتعامل كأنه بيته بالظبط. ولأن اللي شغالة في البيت مش عارفة هو مين بتتصل على مارك يجي يشوف اللي بيحصل، وده لما بيتكلم معاه مارك بيعرف إن اسمه ديلان، وبيطلع إن ديلان الذكرى بتاعته كانت عن إنه هيبقى عايش في بيت مارك، بما إن أبوه المفروض في المستقبل هيتجوز أوليفيا برضه. وده بالصدفة عارف العنوان لما قرأ ورقة شافها في الذكرى. الغريب إن ديلان وتشارلي بيتصرفوا كأنهم إخوات، وده سبب إن هما الاتنين شافوا نفس الذكرى وهما بيلعبوا في البيت مع بعض. وشوية وبيوصل لويد بعد ما قدر أخيرا إنه يعرف مكان ديلان، وده من ديكور البيت وشكله بيعرف إن الذكرى بتاعته هو كمان كانت هنا. ولما بتوصل أوليفيا بيتأكد إن هي نفسها اللي كانت معاه في الذكرى. هنا بيعرف مارك برضو إن لويد ده هو اللي مراته حكت عنه، وبما إن مارك متعصب من الموقف ده بينهيه بسرعة، ومن غير كلام بيطرد لويد وبينبه عليه ما يرجعش هنا تاني. تاني يوم في المستشفى لويد بيلاقي سايمون جاي يتكلم معاه، ومن كلامه بنفهم إن لويد حاسس بالذنب إنه كان سبب في اللي حصل، لأن خلال الإغماء مراته ماتت في حادثة وابنه اتصاب وكمان مات 20 مليون شخص. وبسبب كده لويد بيبقى عايز يعلن مسؤوليته هو وشركته قدام العالم، وطبعا سايمون ما بيبقاش موافق وبيقول إن اللي هيعمله ده خطر، ده غير إنهم لسه مش متأكدين إن تجربتهم فعلا هي اللي عملت كده. لكن لويد بيبقى متأكد ومصمم على اللي هو عاوز يعمله.
في نفس الليلة في مكان غريب بنشوف شخص على دراعه نجوم بيسلم شنطة، والشخص اللي بيستلمها برضه بيبقى على دراعه نفس النجوم، غالبا كده رمز المنظمة اللي هم تبعها. واللي بالمناسبة مارك شاف إن الأشخاص اللي هم هاجموه في الذكرى كان على إيديهم نفس الوشم. المهم إن الشخص اللي معاه الشنطة دي بيسلمها لشخص تاني كان مستنيه، وده لما بيفتح الشنطة بيلاقي جواها 6 خواتم شكلهم غريب، والشخص ده بيبقى متعصب لأنهم المفروض يبقوا 7. بس قبل ما نعرف إيه أهمية الخواتم دي بيقتل الشخص اللي سلمه الشنطة، ومن غير ما يعرف الخاتم السابع فين بياخد ال6 خواتم وبيمشي. وجوه المكتب عند ستان بيتفاجئ ان كل القنوات بتذيع مؤتمر صحفي، واللي بيقدم المؤتمر ده بيقول ان اللي هيتكلم معاهم بعد ثواني عنده معلومات بخصوص الاغماء العالمي اللي حصل، وبيطلع ان لويد هو اللي منظم المؤتمر بنفسه. وبما انه مصمم قرر سايمون ان ينضم له ويساعده في الكلام بحيث يعني ما يجيبش اللوم عليهم قوي ويقدروا يخرجوا من المشكله. وبالفعل بيتكلم لويد وبيبدا يشرح تجربتهم، وبيقول ان الهدف منها كان توليد الطاقه، واللي اكد له ان هم السبب في الاغماء ان التجربه حصلت في نفس الوقت. طبعا بعد كلامه ده لويد وستان ما بيلحقوش يدافعوا عن نفسهم، كل اللي قاعدين بيشتموهم وبيطالبوا بالقبض عليهم، لدرجه ان في واحده بتقوم تسرق مسدس من الامن وبتضرب عليهم نار، وبسبب كده المؤتمر بينتهي ولويد وسايمون بيهربوا. الغريبة إن بعد كام ساعة ستان بيلاقي سايمون جاي له المكتب بنفسه، وبيفاجئه لما بيقول له إنه جاي يساعده عشان يعرفوا مين اللي سبب الإغماء، وبيطلع إنه فعلا مقتنع بكلامه على عكس لويد، وبيأكد لستان إن تجربتهم ملهاش أي علاقة بالموضوع، وتصادف بس إنها كانت في نفس وقت الحدث. اللي بيقلق ستان أكتر إن سايمون بيقول له إن الحدث ده ممكن يحصل تاني، عشان كده بيوافق إنه ينضم لهم ويساعدهم في التحقيق. وبالفعل تاني يوم ستان بيخلي جينيس تعرض له المعلومات اللي وصلوا لها، واللي بتبقى عن الصومال وقت ما حصل هناك نفس الإغماء في قرية. ومن أقمار المراقبة بيقدروا إنهم يجيبوا صورة المنطقة، واللي بيبقى فيها 5 أبراج من المعدن شكلهم غريب. الأغرب إن سايمون بيتعرف عليهم وبيقول إن هو اللي صممهم وإنهم أجهزة ليها علاقة بأشعة البلازما، وبيفكر إن الصورة اللي هم عارضينها دي مزيفة أو هم اللي مصممينها، لأن المفروض البشر لسه أصلا ما وصلوش للتكنولوجيا اللي تخليهم يصنعوا الأبراج. هي الفكرة موجودة بس تتنفذ إزاي دي مستحيل لسه. لكن سايمون بيتصدم لما بيقول له إن الأبراج دي موجودة فعلا في الصومال، والصدمة الأكبر لما بيعرفوا إنها موجودة من سنة 1991، يعني من حوالي 20 سنة من قبل ما هو حتى يفكر فيها. وبيعرضوا عليه الصورة للشخص اللي اسمه دي جيبنز، اللي مارك وديمتري شافوا قبل ما يفجر الأوضة ويهرب. وبيقول له ستان إنهم شاكين إنه ليه علاقة باللي حصل، ولأن سايمون حس إن دي جيبنز ده أذكى منه فبيتضايق، وبيصمم أكتر إنه يساعدهم يوصلوا له. في الناحية التانية بنشوف لويد مخرج ابنه من المستشفى بسبب المؤتمر، بيقرر إنه ينقله لمكان آمن بحيث محدش يحاول يأذيه كانتقام من أبوه مثلا. لكن فجأة المسؤولين عن عربيات الإسعاف والنقل بيبدأوا يتصرفوا بطريقة غريبة، ومرة واحدة من غير تفاهم بيقتلوا أمن المستشفى، وبيهددوا لويد بابنه إنه لو مركبش معاهم العربية حالا هيقتله. فبيضطر لويد يسمع كلامهم وبيركب معاهم العربية. وطبعا بعد اللي حصل ده أوليفيا بتروح لمقر المخابرات وبتحكي لهم اللي حصل، وبتعرفهم إن اللي خطفوا لويد واضح إنهم محترفين، لأن كل حاجة كانت مترتبة وعارفين كمان بمواعيد نقل ابنه من المستشفى. وبسبب اللي حصل مارك بيتكلم مع ستان وبيقول له إنهم لازم يروحوا للصومال ويحققوا هناك، يمكن يلاقوا هناك أي حاجة يوصلوا بيها للمنظمة. فبيوافق ستان وبيعرفوا إن هيحاول يخرج لهم تصريحات دخول للصومال، بس لأنهم عاوزين ينقذوا لويد الأول سايمون بيروح لبيته وبيبقى معاه جينيس وكم ضابط لتأمين البيت. سايمون بيبقى بيحاول يفتح اللابتوب الخاص بلويد يمكن يلاقي عليه أي حاجة تساعدهم ينقذوه، لكن فجأة خلال ما جينيس بتتمشى بيظهر أشخاص بيضربوها وبيخلوها يغمى عليها. وبعد كام دقيقة لما بتفوق بتحكي لأصحابها عن اللي حصل، وبتعرف إن الأشخاص اللي ضربوها خطفوا سايمون هو كمان. وبالفعل بنشوف الأشخاص دول بيرموا سايمون في بدروم مبنى، وفي نفس البدروم بنشوف لويد مربوط هو كمان. وطبعا أول حاجة سايمون بيلوم لويد على اللي حصل لهم، وبيقول له إن هو السبب لأنه أعلن إن هم المسؤولين. ومرة واحدة بيقطع كلامهم نفس الشخص اللي شفناه قبل كده، الشخص اللي كان بيستلم الخواتم ال6 من كام ليلة، وده من كلامه معاهم بنعرف إن اسمه فلو. وواضح إن فلو ده شغال لحساب مدير المنظمة، ومهمته بتبقى هي إنه يعرف من لويد كم الطاقة اللي أنتجتها التجربة وإزاي برضه وصلوا لكمية الطاقة دي بالظبط. لكن لويد بيرفض تماما وبيقول إنه مستحيل يساعده يتسبب في الإغماء اللي حصل تاني. هنا فلو بيفاجئه لما بيقول له إن تجربتهم أصلا مش هي سبب الإغماء، هي مجرد أنتجت طاقة ضخمت الحدث وخلت العالم كله يغمى عليه. عشان كده بيكرر أسئلته عن كمية الطاقة اللي أنتجوها إزاي. ولأن لويد رافض يتكلم فلو بيؤمر رجالته يعذبوا سايمون، ودول أول حاجة يبدأوا بيها هي إنهم يقطعوا صبعه
تاني يوم الصبح مارك بالصدفة بيلاقي إعلان لمطعم على عربيته، وده بيخليه يفتكر إن نفس اسم المطعم كان في الذكرى اللي شافها. فبيدخل للمطعم وبيحاول يعرف إيه علاقته بالموضوع، لكن من كلامه مع المسؤول مش بيستفيد بأي حاجة، بس بيعرف إنهم لسه ناقلين الفرع للمكان ده قريب. فبيعرف منه مارك العنوان القديم وبيتجه على هناك على طول. ومرة واحدة وهو سايق عربيته بيفتكر الذكرى بتاعته أكتر، وبيطلع إنه كان بيتكلم في الذكرى دي في التليفون مع لويد، وبيفتكر إنه شاف نفس المكان اللي لويد كان مخطوف فيه. عشان كده من غير تفاهم بيدخل بالعربية جوه المكان، ولحسن الحظ إنه وصل في الوقت المناسب، لأن المنظمة واضح إنهم كانوا ناويين ينقلوا لويد وسايمون لمكان تاني. وبسرعة بيقدر مارك إنه يخلص على واحد من الحراس، أما التاني سايمون بيلحقه قبل ما يهرب وبيضربه هو بالنار. وبعد ما مارك أنقذهم بيبلغ مديره وبتوصل قوات أكتر للمكان، وبتوصل برضه عربيات إسعاف واللي بيبدأوا في علاج سايمون. لكن الصدمة إن العربية اللي هو فيها بتبقى تبع المنظمة، لأنه بيلاقي فلو قاعد قدامه مستنيه. الصدمة الأكبر بقى إننا بنفهم من كلامه إن سايمون أصلا مع المنظمة، والتعذيب اللي حصل له ده كان خطة عشان يبعدوا الشبهات عنه. لا، وبيطلع كمان متفق معاهم من الأول خالص. وبالفعل لما بنرجع ليوم الإغماء بنشوفه داخل الاستاد وهو بيتكلم مع دي جيبنز، ومن كلامهم بنفهم إن الخاتم اللي معاه ده زي جهاز صغير، لأنه بيقول لسايمون يلبسه بسرعة قبل ما التجربة تبدأ. وبالفعل بعد ما لبس الخاتم بثواني كل البشر بيغمى عليهم ما عدا هو. معنى كده إن سايمون هو اللي شفناه في كاميرات المراقبة عند FBI. وبنرجع للوقت الحاضر ومارك بيتكلم على لويد، واللي بيعرفوا ان من كلام اللي خاطفهم ما طلعش هم المسؤولين عن الاغماء، هم مجرد وسعوا مساحه تاثير التجربه من غير ما يقصدوا. وبيأكد له ان المنظمه دي بيحاولوا حاليا انهم يكرروا اللي حصل. في نفس الوقت سايمون بيبقى مع فلو، واللي بيقول له انه لازم يفضل ينفذ اوامرهم، يتجسس على صاحبه لويد لحد ما يعرفوا التجربه دي شغاله ازاي عشان يقدروا ينفذوها. وكتحذير لسايمون بيبقوا قاتلين واحد من عيلته. وبنعرف كمان انهم خاطفين اخت ليه اسمها انابيل، ولان سايمون متعصب من اللي بيحصل بيهاجم فلو، بما انه مش هو المسؤول بيقرر يخلص عليه كانتقام، وهو كده كده عارف ان المنظمه محتاجينه ومستحيل يأذوه. وبعد ما مارك حقق مع لويد بيروح يتكلم مع ستان، وبنعرف ان انضم لهم واحد من المخابرات المركزيه اسمه فوجل. ودول بيقول لهم مارك ان لويد اكد له ان الحدث ده ممكن يتكرر، عشان كده محتاجين يروحوا للصومال في اسرع وقت ممكن. فبيوافقوا كلهم، وعلى طول فوجل بيعمل اجتماع بيوضح لجيمس وديمتري مهمتهم هتمشي ازاي بالظبط. وخلال ما هم بيتكلموا بيوصل سايمون هو كمان، واللي بيصمم انه ينضم لهم لان الابراج اللي في الصومال دي نفس فكرته، واكيد مفيش اي حد فيهم حتى لويد هيبقى عارف عنها زيه. فبيقتنع فوجل بكلامه وبيقول له يجهز للمهمة. وبالفعل بعد كام ساعة بنشوف فوجل وباقي الفريق في طيارة ومتجهين على الصومال، لكن واضح كده ان مارك ما جاش معاهم، وفضل هو يكمل تحقيق في المعلومات اللي معاه على ما يرجعوا. وعلى حسب الخرائط اللي معاهم بيقدر الفريق أخيرا إنهم يوصلوا الأبراج، لكن فجأة قبل ما يقربوا منهم النار بتتفتح عليهم من كل مكان، وبيطلع إن المنطقة دي فيها زي مجموعة من المقاومة. ودول لما بيخرج المترجم مع قائدهم بيقتلوا من غير تفاهم. ومن كلام القائد ده مع الفريق بنعرف إن اسمه عبد الخالق، واللي واضح عليه إنه ذكي جدا لأنه اكتشف على طول إن الفريق تبع المخابرات الأمريكية. لا، وبعد ما حبسهم كمان بيطلع عارف إنهم جايين للأبراج، وبيقول إنهم زي الأشخاص اللي جم هنا وهو صغير، واللي ضحكوا على أهل القرية وفهموهم إنهم جايين يساعدوهم وهيبنوا ال5 أبراج دول عشان يوفروا طاقة للأبد. لكن على طول بعد ما بنوا الأبراج دي حصلت الكارثة، لأن في يوم عبد الخالق راجع من الصحراء لقى أهل القرية كلهم ميتين، وهو الوحيد اللي نجا لأنه ما كانش في مجال الأبراج لما اشتغلت. طبعا عبد الخالق بيتصدم لما الفريق بيقول له إن أهل قريته كان مغمى عليهم ما ماتوش، لكن هو بيصمم إن كلهم ماتوا. وبيقول إن حتى لما خرج بره القرية شوية ورجع تاني لقى جثثهم اختفت، والأغرب إن في كمان 4 أبراج اختفوا وما تبقاش غير برج واحد. وبيحكي لهم إن في الإغماء العالمي اللي حصل شاف ذكرى مختلفة، شاف إنه بقى الرئيس ووحد الصومال وإفريقيا كلها ضد الغرب، بس لأنه بقى عنده فضول يعرف إيه اللي حصل لأهل قريته بياخد الفريق بنفسه للبرج اللي فاضل. وسبب فضوله ده هو إن أمه كانت من ضمن سكان القرية. وبالصدفة أول ما بيدخلوا للبرج ديمتري بيلاقي شريط تسجيل، واللي بيبقى متسجل عليه مقابلات مع كل أهل القرية بعد ما فاقوا، وكل واحد فيهم بيقول على الذكرى اللي شافها لما هم عليه. والأول مرة بنشوف الشخص اللي اسمه دي جيبنز بشكل واضح، واللي بيقول إن هو اللي نفذ التجربة دي لكل أهل القرية، وقرر إنه ينقل وعيهم أسبوعين للمستقبل. وخلال ما فوجل بيتمشى في البرج بيكتشف غرفة سرية. الصدمة إنهم أول ما بيدخلوا الغرفة دي بيلاقوا هياكل بشر كتير جدا،
معنى كده إن دي جيبنز بعد ما خلص تجربته خلص على كل أهل القرية، ووسط الهاكل دي عبد الخالق بيلاقي عقد أمه كانت بتلبسه، ولأنه متعصب من اللي حصل بيهاجم سايمون بما إنه كان عمال يقول إن هو اللي نفذ تصميم الأبراج، لكن قبل ما يقتله فوجل للأسف بيضربه بالنار وبيخلص عليه. بعدها بيرجع ديمتري يتفرج على باقي الشرايط اللي لقاها، والمفاجأة إنه بيلاقي دي جيبنز في جزء من الشريط بيتكلم معاه هو بالتحديد، بيتكلم معاه كأنه شايفه وواقف قدامه مش مجرد تسجيل، على الرغم إن كلامه ده متسجل من سنة 1991. طبعا ديمتري بياخد التسجيل ده على طول وبيرجع بيه للمقر، ومن كلام دي جيبنز بيطلع إنه كان عارف كمان إن هو هيتسبب في الإغماء اللي حصل، والمفاجأة إنه بيقول إنه شاف نفسه هيموت في نفس اليوم اللي هيموت فيه ديمتري، وده لأنه عمل التجربة دي على نفسه مئات المرات وشاف سنين المستقبل كلها واللي هيحصل أكتر من مرة. وبعد ما عرفوا شكل دي جيبنز الحقيقي بيبحثوا عنه، وبيطلع إن اسمه الحقيقي هو فروست، وكان في وقت من الأوقات أذكى لاعب شطرنج في العالم. وخلال ما مارك بيبحث عن حياته بيلاحظ حاجة غريبة، بيلاحظ إن في طريقة لعبه للشطرنج بيلعب بأرقام معينة، فبيفكك مارك الشفرة دي وفي الآخر بيطلع له رقم تليفون. طبعا مارك على طول بيتصل بالرقم، وبيطلع إن دي جيبنز كان عارف إن ده كمان هيحصل، عشان كده مارك بيسيب له رسالة بحيث يعرفه إنه قدر يوصل للرقم. وبالفعل أول ما بيخرج مارك من مكتبه بيجيله اتصال، واللي بيلاقيه من دي جيبنز بيقول له إنه كان مستنيه، وبيعرفه إنه قريب جدا هيتواصل معاه تاني. سايمون وجينيس في الوقت ده بيبقوا خارجين من المبنى، والمفاجأة إن جينيس بتقول لسايمون إن ما كانش في داعي لقتل فلو، وكان ممكن يوصل رسالته دي بأي طريقة تانية. معنى كده إن حتى جينيس شغالة جاسوسة لحساب المنظمة. تاني يوم وسط كل الأحداث دي بنشوف ديمتري مع خطيبته اللي اسمها زوي، وبنعرف إنه قرر يخلي ميعاد فرحه أقرب بما إنه حاسس إن الذكرى اللي شافها ممكن تتحقق ويموت فعلا. الكارثة إننا بنشوف دي جيبنز بيراقبه وهو بيجهز لفرحه، وبعد ما اتفق ديمتري على كل حاجة بيرجع للبيت عشان يلبس البدلة، لكن قبل ما يخرج من البيت دي جيبنز بيجي من وراه يضربه وبيخليه يغمى عليه، وبسبب تأخيره ده أصحابه كلهم بيقلقوا، حتى مارك لما بيحاول يتصل عليه محدش بيرد. ما يعرفوش إن ديمتري حاليا مغمى عليه وإن دي جيبنز خاطفه في عربيته. اللي مش مفهوم هو إننا بنشوف دي جيبنز داخل الملاهي، والمفاجأة إن بيبقى داخل مخصوص لتشارلي بنت مارك، بس لسه مش واضح بالظبط هو ناوي على إيه. ولحسن الحظ دي جيبنز ما بيخطفش تشارلي هي كمان، هو مجرد بيستخدمها بس عشان يخوف مارك، وبيبعت له رسالة بيبقى باعت له ورقة فيها عنوان وميعاد معين وكاتب له يقابله هناك في الوقت ده وإلا هيقتل ديمتري. ديمتري في اللحظة دي بيبقى متكتف على كرسي وقدامه مسدس متركب جوه جهاز بأشعة استشعار، أشعة بتخلي المسدس يضرب نار لو ديمتري اتحرك من مكانه، وغير كده كمان بيبقى فيه مؤقت للمسدس نفسه عشان يقتل ديمتري. وبعد شوية بيدخل دي جيبنز يتكلم مع ديمتري، واللي بيبدأ يشرح له كل الرسومات والأحداث اللي رسمها على الحيطة، بيقول له إن كل خط بيمثل تسلسل أحداث معين، وكل تسلسل أحداث بيبقى معتمد على تصرف معين، يعني بمجرد ما هيعمل حاجة مختلفة تسلسل الأحداث هيتغير لخط زمني تاني. وبيطلع إنه اتنقل في المستقبل كتير جدا لدرجة إنه شاف كل الخطوط الزمنية، وبيطلع إن مصير دي جيبنز مرتبط بمصير ديمتري. لو ديمتري مات دي جيبنز في الخط الزمني ده هيفضل عايش، أما إذا حصل أي حاجة غير كده دي جيبنز هيموت. عشان كده بيبقى خاطف ديمتري زي كارت تأمين بحيث يخلص عليه في الوقت المناسب ويقدر يكمل باقي خطته. في الناحية التانية مارك بيبقى راح للمكان اللي دي جيبنز حدده، وطبعا المكان ده كله بيبقى متراقب ومليان مخبرين كله مستعد لظهور دي جيبنز في أي لحظة عشان يقبضوا عليه. لكن على عكس ما توقعوا بيلاقوا طفل بيقرب من مارك وبيديه شنطة، وبعد ما الطفل ده بيمشي مارك بيلاقي تليفون بيرن جواها، وبيطلع ان دي جيبنز عارف ان المخابرات محاصرين المكان، عشان كده بيقول لمارك تعليمات جديدة ومكان تاني يتقابلوا فيه، وبيقول له كمان يحدد الرقم اللي على الصورة على ساعته لان هو ده الوقت اللي فاضل لديمتري على ما يموت. وبعد ما اتفقوا على كل حاجة دي جيبنز بينهي المكالمة. هنا مارك بيبدأ يجري من غير ما يعرف أصحابه أي حاجة، وعلى طول بينفذ أول طلب وهو إنه يخلص من مسدسه وأي تليفون معاه. بعدها بيعدي من فتحة التهوية وبيمشي في الطريق اللي دي جيبنز حدده لحد ما بيوصل لعربية محددة سايب له فيها تليفون، وبالفعل بينجح دي جيبنز إنه يفصل مارك عن القوات اللي معاه.
في نفس الوقت زوي خطيبة ديمتري بتبقى مع ألدا بتحاول تعرف منها أي معلومة تنقذ بيها ديمتري، لكن فجأة وهما بيتكلموا بيحصل انفجار في المبنى وبيطلع إن المنظمة مرتبين خطة عشان يهربوا ألدا. وبنرجع لمارك اللي بيبقى لسه ماشي على حسب تعليمات دي جيبنز، وأخيرا بعد كام ساعة بيوصل للمكان المحدد في الصحراء، وهناك دي جيبنز بيظهر بنفسه لأول مرة يتكلم معاه. بس قبل ما يعرفوا مارك أي حاجة بيديله كلبشات يكتف إيده بيها، لكن لحسن الحظ مارك بيقدر يفاجئه ويضربه، وبعد ما خد منه المسدس بيقول له يعرفه مكان ديمتري حالا. لكن الكارثة إن دي جيبنز قبل ما يتكلم بيظهر قناص وبيقتله، وقبل ما يموت دي جيبنز بيقول حاجة مش مفهومة عن قطع الشطرنج، لكن كل اللي مارك بيبقى مهتم بيه حاليا هو ديمتري. عشان كده بيبدأ يفتش في شنطة دي جيبنز واللي بيلاقي فيها رسومات غريبة، فبياخد الرسومات دي ومفاتيحه وبيجري يدور على عربيته. وأول ما بيوصل العربية بيشغل نظام GPS لأن من خلاله هيعرف الأماكن اللي العربية كانت فيها، وبسرعة بيتجه على آخر مكان العربية كانت فيه. هناك بيتصل على المقر وبيعرفهم اللي بيحصل معاه حاليا، وبمساعدة ستان وجينيس بيوصل فعلا للمبنى اللي فيه ديمتري، لكنه بيتفاجئ بالنظام المعقد اللي محطوط قدامه. بس على الرغم من كده بيحاول إنه يعطله، وبعد كذا محاولة بيقدر في آخر لحظة إنه ينقذ ديمتري. المفاجأة الأكبر بالنسبة لمارك بتبقى الحيطة اللي راسم عليها دي جيبنز، حرفيا خريطة للأحداث تقدر تخليهم ينهوا القضية دي بكل سهولة. لكن لسوء الحظ دي جيبنز بذكاء بيبقى عامل حساب اللحظة دي بالذات، لأن أول ما ديمتري بيقوم من مكانه بيشتغل نظام يمسح كل رسومات من على الحيطة. وبعد ما كل حاجة انتهت مارك بيرجع للمقر، وده بيعرض لهم الرسومات اللي لقاها في شنطة دي جيبنز، وبيعرفهم كمان إن دي جيبنز قبل ما يموت قال له حاجة بخصوص الشطرنج، بس هو تجاهلها وقتها لأنه كان مركز على إنقاذ ديمتري. بس قبل ما نكمل معاهم ونعرف اللي هيحصل بنرجع سنتين للماضي. وقتها بنشوف جانيس داخلة المحل أسماك، وهناك بتقابل واحدة اسمها كارلين بتقول لها على كلمة سر معينة، ومن كلامهم بنعرف إن ده أول تعامل لجانيس مع المنظمة، والمحل ده زي واجهة كده بحيث يتعاملوا مع جانيس من غير ما المخابرات ياخدوا بالهم. وكارلين بتبقى هي اللي بتوصل لجانيس المهمات المطلوبة منها. وبنرجع للوقت الحاضر وجانيس بتقابل عالم مشهور اسمه كوري، واللي بتبقى واخداله المخططات اللي مارك لقاها عشان يدرسها، يمكن يفهم هي بتتكلم عن إيه ويقدر يساعدهم. وبالفعل كوري أول ما بيشوف المخطط ده بيقول لها إنها آلة لحساب الزمن، وبيقول برضو إنها شبه آلة اليونان اللي كانوا بيستخدموها زمان لحساب وقت الكسوف، بس لسه ما بيبقاش عارف الآلة اللي في المخطط قدامه بتحسب إيه بالظبط. عشان كده بيطلب من جانيس تسيب له المخطط، وهو هيحاول على قد ما يقدر يدرسه ويفهم كل حاجة عنه. المشكلة إن جانيس بعد ما بتخرج من عنده بتروح لكارلين وبتعرفها كل حاجة عن المخططات دي وإنهم بيدرسوها حاليا. هنا كارلين بتفاجئها لما بتقول لها إن كل نسخ المخطط ده لازم تتدمر، ولأن جانيس متورطة معاهم من زمان بتضطر توافق. عشان كده بتروح في نفس الليلة لمكتب العالم كوري، وعلى حسب الأوامر بتسرق المخطط وبتركب أجهزة غريبة في المكتب. وأول ما بتخرج بتفعل الأجهزة دي وبتدمر كل أنظمة المراقبة. بعدها بتروح على مقر ال FBI عشان تسرق النسخة اللي هناك، وبالفعل بتدخل لمكتب مارك وبتبدأ تشيل المخطط. لكن لحسن الحظ مارك بيبقى جاي للمكتب في نفس الوقت. بس على الرغم من كده جينيس بتخترع كذبة بتقول إن كوري اتصل عليها وطلب نسخة تانية لأن اللي معاه ضاعت، فبيقول لها مارك إنه هيطبع لها نسخة وبياخد منها المخطط. وواضح كده من تعبيرات وش مارك إنه خلاص بدأ يشك فيها. وبالفعل تاني يوم مارك بيستدعي جينيس للمكتب، وبيطلع إن استدعى كمان كوري بحيث يعرفها إنه شاكك فيها. معنى كده إن جينيس فشلت في مهمتها، وكمان حاليا بقت في وضع خطر لأنها على وشك إنها تتكشف. ومن كلام كوري بنعرف إنه قدر يفهم المخطط، وبيقول إن من دراسته ليه قدر يعرف أول تاريخ الآلة حددته، وبيطلع إن التاريخ ده هو نفس تاريخ اليوم اللي حصل فيه الإغماء العالمي. في الناحية التانية من المدينة بنروح لأوليفيا وهي مع محقق اسمه شيلي، ودول بنعرف إنهم رايحين لمستشفى مهجور خاص بالأمراض العقلية، وده لأنهم لقوا إن دي جيبنز كان دكتور في نفس المستشفى. وأوليفيا بتبقى رايحة مع شيلي بما إنها دكتورة وعاوزة تساعد مارك برضه في إنه يحل القضية. وبالصدفة وأوليفيا بتتمشى في المكان بتقابل شخص اسمه جابرييل، واللي بيقول لها إنه كان مستنيها وكان عارف إنها هتيجي لهنا. طبعا أوليفيا بتستغرب وما بتبقاش فاهمة أي حاجة من كلامه. ولما بينضم لهم شيلي بياخدهم جابرييل لغرفة في المستشفى، وبيقول لهم إن ده المكان اللي دي جيبنز كان بيعمل التجارب فيه.
وبيطلع ان دي جيبنز ما كانش بيعمل التجارب بس على نفسه، ده كان خاطف اشخاص كتير درجة ذكائهم وذاكرتهم مميزة، ودول كان كل يوم بيعمل عليهم تجارب وبيخليهم يشوفوا المستقبل، وبسبب ذاكرتهم وذكائهم كانوا بيفتكروا كل حاجة وهو بيسجلها، وده بيفسر لنا الرسمة الغريبة وكل الأحداث اللي كان راسمها على الحيطة. وفي المكتب عند مارك بيبقى بيتكلم مع جينيس ولسه بيفكر في الكلام اللي دي جيبنز قاله قبل ما يموت، ومرة واحدة بيفتكر انه لقى قطعة شطرنج في أول مرة كان هيقبض فيها على دي جيبنز، فبيقوم يمسك قطعة الشطرنج دي ويكسرها، والمفاجأة انه بيلاقي فيها خاتم زي الستة اللي شفناهم قبل كده. طبعا مارك بيعمل اجتماع على طول وبيوريهم الخاتم اللي لقاه، وده سايمون بيعمل نفسه أول مرة يشوفه، بس على الرغم من كده بيقول ان اسمه جهاز تشابك كمي، وبيوضح انه بكل بساطة زي جهاز حماية رؤساء المنظمة عاملينه لنفسهم، بحيث لما يعملوا تجربة ويتسببوا في الإغماء هم الوحيدين اللي مغماش عليهم. فبيفكر مارك إن ممكن يكون الخاتم ده هو سبب الهجوم على مكتبه في الذكرى اللي شافها، عشان كده بيقرروا إنهم يستغلوه بحيث يبقوا مستعدين هم للي هيحصل. بس عشان نعرف أكتر عن جينيس بنرجع تاني سنتين للماضي، بالتحديد قبل كام أسبوع من انضمامها للمنظمة. وقتها بتبقى بتقابل فوجل اللي تبع المخابرات المركزية، واللي بيطلع إن عندهم علم إن المنظمة هتحاول تتواصل مع جينيس، وفوجل بيبقى جاي يتكلم معاها عشان يطلب منها تقبل عرضهم بحيث تبقى جاسوسة ليهم وسطهم وتعرف هما بيخططوا لإيه بالظبط، بس بينبه عليها إن الموضوع ده يبقى سر وحتى أصحابها ما يعرفوش حاجة. وبعد ما عرفنا حقيقة جينيس بنرجع للحاضر، وهي كالعادة بتقابل كارلين، ودي على حسب أوامر فوجل بتعرفها إن مارك لقى الخاتم. الصدمة بقى إن مهمة جينيس الجديدة بتبقى صعبة، لأن كارلين بتأمرها تسرق الخاتم وتجيبه لها، لا وكمان تقتل مارك لأنه بقى خطر عليهم جدا. في الوقت ده بنشوف سايمون في عربيته، وده بالصدفة وهو ماشي في الشارع بيشوف أخته أنابيل، فبينزل بسرعة يتكلم معاها لأن المفروض إن المنظمة خاطفينها، لكن أنابيل بتقول له ما يقربش منها وإلا هيقتلوها. وبيطلع إن هما اللي موقفين أنابيل في طريقه عن قصد بحيث يوصلوا له رسالة وبرضه يعرفوه إنهم يقدروا يقتلوها، والرسالة دي بتكون هي إنه يسرق الخاتم اللي مع ال FBI ومعاه مهلة 12 ساعة وإلا هيقتلوها. وبعد ما سايمون عرف الرسالة بيضطر يسيب أخته غصب عنه ويرجع للعربية. في المدينة بقى بنشوف ديمتري بيحقق في جريمة قتل، وشريكته في القضية دي بتبقى فيونا، ومن كلامهم مع بعض بنعرف إن الشخص اللي مات زي ديمتري، وبيطلع إن في جماعة اتأسست بعد الإغماء للناس اللي زيهم اسمها اليد الزرقاء، أشخاص كلهم لما أغمى عليهم ما شافوش أي حاجة عن المستقبل، بس الغريبة إن على حسب المعلومات اللي معاهم الشخص ده كان المفروض يموت من حوالي أسبوع، والأغرب إن الحادثة دي اتكررت مع 4 أشخاص كمان من جماعة اليد الزرقاء، وده بيخلي فيونا تفكر في إن حد بيستهدف أعضاء الجماعة دول بالتحديد. وبعد اللي حصل مع سايمون بنشوفه رايح يقابل مارك، واللي بيطلع إنه كان مراقبه وعرف إن أخته أنابيل مخطوفة، بس ما بيبقاش عارف لسه إن المنظمة ليهم علاقة بخطفها، فبيقول لسايمون إنه مش عاوز حد يتدخل في الموضوع وهو هيتصرف بنفسه ويحاول إنه ينقذها. وبنرجع لديمتري وفيونا وهم بيحققوا في القضية، ودول بيبقوا جايين يتكلموا مع مدرس اسمه سلينجر بما إنه كان من جماعة اليد الزرقاء والمؤسسين ليها، وده بالفعل لما بيوروه صورة الشخص اللي اتقتل بيتعرف عليه، لكنه بيقول إنه خلاص أصلا انفصل عن الجماعة ودلوقتي بقى مقتنع إن الكون لازم يوازن نفسه والأحداث لازم تمشي زي ما شافوها، فبيطلبوا منه يكتب لهم أسماء كل اللي كان يعرفهم من الجماعة، وبيكتفوا إنهم يحذروه هو كمان وبيسيبوه يمشوا. وعلى عكس كلام سايمون، مارك بيحقق في قضية خطف أنابيل، وده بيقدر إنه يحدد المكان اللي العربية خطفها فيه، عشان كده بيقرر إنه يتجه على هناك على طول من غير ما يعرف سايمون، مجرد بيقول له يكمل مهمته المسؤول عنها ويوقف خطة المنظمة. أما ديمتري وفيونا بيبقوا لسه مكملين تحقيق، وبرضه بيتكلموا مع واحد تاني من جماعة اليد الزرقاء، واللي بيقول لهم إنه شاف الشخص اللي مات ده امبارح مع واحد كان في الجماعة، شخص لابس خاتم شكله غريب وملفت للانتباه، فبيفتكروا على طول إن سلينجر اللي بيتكلموا معاه لابس نفس الخاتم، ولما بيفكروا في كلام سلينجر بيعرفوا على طول إن هو القاتل، عشان كده بيقرروا إنهم يرجعوا يحققوا معاه في المدرسة. لكن أول ما بيوصلوا للفصل الطلبة بيعرفوهم إن سلينجر هرب. في نفس الليلة بنشوف سلينجر بيستعد إنه ينفذ جريمة جديدة، لكن لحسن الحظ ديمتري بيوصله في الوقت المناسب وبيوقفه، وأخيرا بيقبض عليه قبل ما ينفذ أي جرائم قتل تانية. وبنرجع لمارك اللي بيكون وصل لمخزن مهجور في المدينة، واللي على حسب معلوماته شاكك إن فيه أنابيل، وبالفعل أول ما بيوصل لهناك بيستدعي فرقة كاملة للدعم، ولحسن الحظ إنهم لما بيدخلوا للمخزن بيلاقوا أنابيل في العربية لسه عايشة،
فبيتصل مارك على طول على سايمون وبيطمنه، وبيدي التليفون لأنابيل كمان عشان يطمن عليها بنفسه. المشكلة إن على الرغم من كده إلا إن سايمون بيقرر برضه ينفذ طلب المنظمة، غالبا بيبقى خايف إنهم يأذوا عيلته بما إنهم عارفين عنه كل حاجة. ولأن مارك حس بكده من كلامه بيرجع للمقر بسرعة، وزي ما توقع مش بيلاقوا الخاتم في مكانه. فبيروح مارك يتكلم مع لويد، يمكن يكون عارف أي حاجة عن اللي حصل، لكن لويد بيتفاجئ وبيقول له إنه برضه ما يعرفش أي حاجة. بس لما بيرجع شوية للماضي بيفتكر كلام ليه مع سايمون وقت التجربة، واللي على الرغم من موت أبوه إلا إنه صمم إن التجربة تتعمل في وقتها. ولما لويد بيعرف مارك بالكلام ده بيتأكدوا إنه شغال مع المنظمة. فبيرجع مارك للمكتب وبيعرف ستان بكلام لويد. المفاجأة الأكبر بالنسبة لهم هي لما بيكتشفوا إن سايمون هو اللي كان في الاستاد، وعرفوا كده عن طريق إنهم قارنوا طوله في كاميرات المراقبة. ولأن مارك عاوز يعرف أي معلومة بيروح يتكلم مع أنابيل وبيسألها إذا كانت تعرف أخوها فين، أو إذا كانت تعرف إيه المهمة اللي المنظمة طالبينها منه. فبتقول له أنابيل إنها سمعتهم مرة بيتكلموا بالصدفة وما كانتش مصدقة. سمعتهم بيتكلموا عن سايمون وعن إنه هياخد مكان دي جيبنز، وهو اللي هينفذ التجربة المرة دي وهيتسبب في الإغماء العالمي لتاني مرة. ولأن عدى 6 شهور على الإغماء الأول، ستان بيعمل اجتماع وبيبدأ يدي تعليمات، لأن المفروض إن كل اللي شاف حاجة المفروض خلاص هتحصل بكرة. وطبعا أهم ذكرى بالنسبة لهم هي الذكرى اللي شافها مارك، واللي عبارة عن هجوم من المنظمة على مقر ال FBI نفسه. عشان كده ستان بيعلن حالة الطوارئ وبيفعل أعلى إجراءات الحماية. وبعد ما خلص الاجتماع ده بيتكلم مع مارك وبيقول له إن ليه مهمة خاصة بعيد عن التأمين، والمهمة دي هي إنه يقبض على سايمون ويرجع الخاتم اللي اتسرق. وبالصدفة مارك داخل للمكتب بيلاقي أوليفيا مستنياه ومعاها جابرييل، بتبقى جايباه يتكلم مع مارك بما إن دي جيبنز كان بيعمل عليه تجارب. المفاجأة إن جابرييل بيبقى شاف لقطات من المستقبل وهو في المكتب عند مارك، حتى إنه بيبقى راسم الأدلة اللي على الحيطة بس بترتيب مختلف. وواضح كده ان مارك فهم حاجة من الترتيب، بس لسه مش واضح هي ايه بالظبط. في الناحية التانية جانيس بنشوفها رايحة تتكلم مع فوجل، واللي بتقوله خلاص لازم يوقفوا خطتهم حالا، وبتعرفوا ان المنظمة طالبين منها انها تقتل مارك. المفاجأة إن فوجل بيقول لها توافق وتنفذ مهمتها، وبينبه عليها ما تعملش أي تصرف غريب لأنهم خلاص قربوا يوصلوا لمدير المنظمة. وجوه مقر ال FBI يبدأوا التحقيق مع جابرييل، وبيحاولوا يعرفوا منه توقيت الإغماء اللي بعد كده، أو حتى إذا كان شاف أي شخص مهم من المنظمة دي غير دي جيبنز. فبيقول لهم جابرييل إن دي جيبنز أصلا ما كانش هو المسؤول ولا أهم شخص في المنظمة، ده كان في شخص أهم منه بيجي يراقب التجارب كل يوم، ولحسن الحظ إنه بيبقى راسم صورة قريبة للشخص ده في الكتاب اللي معاه. في نفس الوقت بنشوف سايمون بيتكلم مع شخص اسمه هالينجر، وتقريبا كده من رسمة جابرييل هو ده الشخص المهم اللي كان بيتكلم عنه. وبالفعل من كلامه بنتأكد ان هو مدير المنظمة، وده لانه بيعرض على سايمون انه يشتغل معاهم بما ان دي جيبنز مات، فهم دلوقتي محتاجينه جدا. لكن بعد كلامه ده سايمون بيرفض عرضه بما انهم محتاجينه، زي ما قلنا بيبقى عارف انه مستحيل يأذوه، عشان كده بيسيب هالينجر وبيمشي ولسه ما نعرفش ناوي على ايه. وبعد كلام فوجل مع جانيس بتروح لكارلين، واللي بتهددها ان لو ما قتلتش مارك خلال 48 ساعة هيكشفوها، بس ما بترضاش توضح لها ليه عاوزين يخلصوا منه بسرعة. ولأن جانيس صعب تنفذ المهمة دي بتقول لها على جابرييل، وبتعرفها انه مخزن معلومات لكل حاجة عن المنظمة. هنا كارلين بتهتم بيه اكتر، وبالفعل بتطلب من جانيس انها تسلمه لهم لو قدرت او تقتله. فبتقول لها جانيس ان هما هينقلوه لمكان امان قريب، وهي ممكن تعرفهم الميعاد والطريق وهما يهاجموا العربيات. وبعد ما اتفقوا على الخطة بترجع جانيس للمقر، وهناك بتعرف من ستان طريق النقل وان هما هيتحركوا بعد ساعة. وبالفعل مارك بيبدأ يجهز مع الفريق ومعاهم جابرييل، واول ما بتشوفهم جانيس بيتحركوا بتروح تتصل على كارلين، ودي بتعرفها عدد العربيات والجنود والطريق اللي هيمشوا منه. وبنروح لعملية النقل والعربية بتتحرك على حسب الخطة، لكنهم في نص الطريق بيلاقوا عربية قافلة تماما، ودي بينزل منها شخص بيفتح عليهم النار، وبعد ثواني بتوصل عربيات تانية من وراهم وبيحاصروهم من كل مكان. لكن بيطلع ان العملية دي كلها خطة تمويه من الاول، ومارك هو اللي بيبقى مكان جابرييل، وده بيقدر بمساعدة اللي معاه انهم يخلصوا على اللي بيهاجموهم، ما عدا واحد بس بيقرروا يستغلوه عشان يقبضوا على هالينجر.
وعلى طول بعد دقايق بنشوف العربية اللي نفذت الهجوم داخلة المكان معين، وهناك هالينجر بنفسه بيخرج يستقبل جابرييل، بس لما بيلاقيه مش جابرييل بيعرف انه فخ وبيهرب بسرعة. وخلال ثواني قوات الاف بي اي بتكون منتشرة في المخبأ بالكامل، وبيقدر مارك اخيرا ان يقبض على هالينجر، بس للاسف بيبقى قادر يدمر الاجهزة اللي عليها كل المعلومات اللي تخصهم. وطبعا بعد ما انتهت العملية دي مارك بيبقى خلاص عارف حقيقة جينيس، عشان كده بيروح يتكلم معاها وهو متضايق انها خبت عليه، فبتعتذر له جينيس وبتقول له انها كانت تعليمات فوجل، وبتعرفه انهم قرروا يعملوا الخطة دي لان مهمتها الجديدة كانت قتله. وبعد ما صفوا الخلاف ما بينهم جينيس بتسيبه وبترجع للبيت. هناك بتتفاجئ لما بتلاقي سايمون مستنيها، وده بيقول لها انه جاي يقابلها لانه محتاج مساعدتها ضروري. تاني يوم الصبح بيبقى اليوم اللي كل البشر مستنيينه، ومن كلام سايمون مع جينيس بنعرف انه عاوز يدمر المنظمة، عاوز ينتقم منهم بما انهم مسؤولين عن موت ابوه، ده غير انهم ورطوه وخلوا العالم كله يشوفه مجرم وسبب في اللي حصل. فبتقول له جينيس اللي بيعمله ده ملوش لازمه لانهم خلاص قبضوا على هالينجر، لكن سايمون بيقول لها ان الخطه بتتنفذ كده كده من غيره، عشان كده لازم تساعده يوقف الاغماء اللي هيحصل، وكمان تساعده يدمر الاجهزه بحيث محدش يكرر التجربه. وبيوعدها انهم بعد ما ينجحوا في كده هيسلم نفسه بحيث يحاكموه على الفتره اللي تعاون فيها مع المنظمه. وجوه مقر الاف بي اي مارك بيبدا يحقق مع هالينجر، واللي بيعترف على طول من غير اي حاجه ان هو اللي تسبب في الاغماء العالمي. وزي دي جيبنز بيبقى شاف اكتر من خط زمني للمستقبل هو كمان، وبيقول ان جميع الخطوط دي بتنتهي بان مارك بيتعصب وبيضربه، وهو بعدها على طول بيخرج من هنا وبتبدا احداث النهايه، بيبقى قصده الهجوم على المقر وموت مارك. وبنرجع لجينيس بعد موافقة إنها تساعد سايمون، لكن فجأة وهم خارجين من البيت بيلاقوا ديمتري في وشهم، وده بيطلع إنه جاي بالصدفة يتكلم مع جينيس. وطبعا ديمتري بيبقى مصمم إنه يقبض على سايمون بما إنهم عرفوا إن تبع المنظمة، وكمان سرق منهم الخاتم وهرب. وعلى الرغم من كل كلام جينيس ومحاولة إقناعها لديمتري إلا إنه بيرفض، عشان كده بتضطر تاخد المسدس من سايمون وتسلمه هي بنفسها. فبياخدوا منها ديمتري وبينزل بيه لعربيته، لكن في آخر لحظة قبل ما يروح بيه للمقر بيغير رأيه، بيرجع تاني ياخد جينيس وبيقرر انه ينضم لهم ويساعدهم. مارك بقى في المقر بيبقى متضايق جدا لان هالينجر مش راضي يتكلم، والتاني مرة بيفضل يسأله عن ميعاد الإغماء الجديد اللي هيحصل، لكن هالينجر بيرفض يجاوبه وبيفضل يستفزه ويقول له انه هيموت. وزي ما قال هالينجر بالظبط مارك بيتعصب وبينزل فوقه ضرب، عشان كده ستان بيخلي أصحابه يخرجوه من الغرفة، وبسبب اللي عمله بيفصلوا كمان وبيخليهم يخرجوه من المقر حالا. وبعد كام ساعة بيوصل ديمتري وجينيس للمكان اللي سايمون قال عليه، واللي المفروض إن فيه الأدلة المسؤولة عن الإغماء اللي على وشك إنه يحصل. فبيتفقوا على خطة عشان يدخلوا للمكان وعلى طول يبدأوا ينفذوها. جينيس بتاخد العربية من ديمتري وبتخبط في سور المكان، ودي لما بيخرج حارس الأمن يشوفها بتعمل نفسها تعبانة. وخلال ما ده بيحصل سايمون بيقدر يخترق أمن البوابة وبكل سهولة بيدخل هو وديمتري للمكان. في نفس الليلة ستان بيبقى رايح يقابل مارك، وده بينبه عليه انه لازم ياخد باله من تصرفاته. بس قبل ما يكملوا كلامهم بتيجي مكالمة لستان من المقر، واللي بيكلمه بيقول له انهم لقوا قنبلتين في المبنى، فبيدي ستان اوامر باخلاء المبنى لحد ما يوصلوا. في الناحية التانية اوليفيا بتبقى خارجة مع بنتها، على الرغم من انها بتهرب من الذكرى اللي شافتها الا انها بتتحقق، وده لان لويد بالصدفه بيبقى جاي لنفس المكان مع ابنه ديلان. ومن كلامه بنعرف ان الاف بي اي هيأمنوهم الليله بسبب الاحداث اللي المفروض تحصل والهجوم اللي بدأ حاليا على المقر. وبنرجع لستان ومارك اللي اخيرا بيبقوا وصلوا المقر، بس لان مارك مفصول حاليا ستان بينبه عليه ما يخرجش من العربيه، هو برضه عاوز ما يتدخلش لانه خايف عليه بسبب الذكرى اللي شافها، بس لان مارك شاف هالينجر وهو خارج زي ما قال بيتعصب، عشان كده بيقرر انه يدخل المقر حتى لو الذكرى هتتحقق. وبالفعل بنشوف هالينجر بيدي اشاره لرجالته انهم يبداوا الهجوم، وبالصدفه ومارك داخل للمقر بيقابل فوجل، واللي بيعرف منه انهم لقوا متفجرات في كل ادوار المبنى. غالبا المنظمه عاوزين يدمروا كل الادله اللي هم وصلوا لها، وبالاخص الادله اللي مارك معلقها في مكتبه. وعلى الرغم ان الموضوع خطر الا ان مارك بيدخل برضه المبنى. وفي المقر سايمون بيبقى قادر يدخل هو وديمتري عند الادله، ولأن سايمون عاوز ديمتري يثق فيه بيديله الخاتم، وبيقول له إن كل هدفه حاليا هو إنه ينقذ العالم ويوقف الإغماء الجديد اللي هيحصل. وعلى طول بيبدأ سايمون يتعامل مع الأجهزة، بس الأول بيبعت رسالة للويد بمعادلة معينة، لأن على حسب الذكرى بتاعته اللي هتبقى بعد دقيقتين كان بعت له رسالة،
في نفس اللحظة جنود المنظمة بيبقوا بدأوا الهجوم على حسب أوامر هالينجر، ودول بعد ما خلصوا على أمن المكان بيتجهوا على مكتب مارك، واللي بيبقى قرر إنه يفضل قدام الأدلة دي لحد ما يوصل لحل. ولأن الساعة جت 10 مارك بيلاقي اتصال جاي له من لويد بالظبط زي ما شاف الذكرى لما أغمى عليه، وده بيقول له إن من الرسالة دي اللي بعتها له سايمون قدر يحل معادلة التجربة، وعرف إن الإغماء المفروض يحصل في أقل من 24 ساعة، بس لسه مش قادر يحدد التوقيت بتاعه بالظبط. ولأن ستان عارف إن مارك دخل المبنى بيبقى دخل يدور عليه، وده اتفاجئ بجنود المنظمة اللي في كل مكان في المبنى. مارك في المكتب بيكون لسه بيفكر في كلام لويد، وبرضه بيفتكر كلام جابرييل عن إنه محتاج يعدل ترتيب الأدلة، فبيبدأ يعدل كل حاجة بالظبط زي ما هي موجودة في الكتاب بتاعه. والمفاجأة إن الترتيب ده بيظهر له زي شفرة كده من الحروف والأرقام، وبيطلع إن الحروف والأرقام دي هي ميعاد الإغماء الجديد اللي هيحصل. الكارثة إنه بيكتشف من الأرقام دي إن الإغماء هيحصل بعد 12 دقيقة، وزي ما حصل في الذكرى بالظبط بيوصل للجنود اللي هيهاجموه، ودول مرة واحدة من غير تفاهم بيفتحوا النار على المكتب بتاعه. لكن لحسن الحظ مارك بيبقى قادر يستخبى. كل ده وسايمون قدام الأجهزة ولسه معرفش حاجة عن ميعاد الإغماء، لكن فجأة وهو شغال بيلاقي حاجة غريبة بتحصل. النظام فجأة بيشتغل زي ما يكون حد مديله أوامر يشتغل في الوقت ده بالتحديد، وبالفعل بيبدأ كمان تسلسل للتفعيل في الآلة اللي جوه المبنى. هنا بيفهموا على طول إن الإغماء الجديد كلها دقايق ويحصل، وبنرجع لمارك اللي بيخرج يهاجم جنود المنظمة، ودول لوحده بيبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني، وبرضه ستان بيبقى لسه في المبنى وبيخلص عليهم، وأخيرا بيقدر مارك يخلص على آخر جنود في المجموعة اللي بتهاجمه. عشان كده بيتصل على ستان قبل ما يوصل جنود أكتر، وده بيقول له يتصرف ويعمل تحذير عالمي حالا، ويعرف كل البشر في العالم إن الإغماء هيحصل بعد حوالي 5 دقايق. فبيضطر ستان ينفذ اللي قاله عليه وبيخرج من المبنى يعمل اتصالاته. أما مارك بيفضل في المبنى وبيخلص على أي جندي يوصل له، وخلال كل ده سايمون بيبقى لسه بيحاول يوقف الآلة، لكن للأسف بيفشل وبتشتغل الآلة. وقبل ما يقدر مارك إنه يخرج من المبنى بثواني بيتكرر الإغماء العالمي لتاني مرة، وزي المرة اللي فاتت كل البشر على الكوكب بيشوفوا ذكريات ليهم في المستقبل. ومن الذكرى الخاصة ببنت مارك بنعرف إنه لسه عايش، وبنعرف كمان إنه قضى على المنظمة وأنهى التجربة دي للأبد. وبس كده، دي كانت نهاية مسلسلنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تسيبوا لنا لايك للفيديو وتكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. سلام.